من بركة للأرض العامرة، بداية العمران الجديد. من حوالي 200 سنة كانت القاهرة واقفة عند الخليج المصري، والناحية الغربية كانت أراضي زراعية حوالين بركة الأزبكية. حوالين البركة دي عاشوا كبار المماليك زي محمد بيك الألفي اللي بونابرت أخد قصره، وكمان كان محمد علي باشا ساكن جنبها، ومعاهم كبار التجار وبيت الشيخ السادات. وعلشان كده الأزبكية بقت سرة القاهرة زمان. محمد علي فكر بردم البركة، لكن اللي عمر المنطقة بجد هو الخديوي إسماعيل لما فتح شارع جديد للأزهر وبنى الحي الخديوي. جنب العتبة كان فيه قصر كبير اسمه التلاتة ولية، وأول مالكه كان الشرايبي باشا، وكانت عتبته زرقاء. ولما وصل القصر ليد عباس حلمي الأول اللي ما كانش بيحب اللون الأزرق، هدم العتبة الزرقاء وعمل عتبة خضراء، ومن هنا جه الاسم. بعدها بقى الميدان مركز التجارة والترام، وانفتحت منه شوارع مهمة زي محمد علي وعبد العزيز والأزهر، وبقى قلب القاهرة، وتغير اسمه كذا مرة من ميدان محمد علي إلى ميدان فريدة لحد ما استقر على ميدان العتبة الخضراء. وهكذا العتبة اللي بقت زرقاء بقت خضراء، وفضل اسمها هو اللي مكمل معانا لحد دلوقتي.